نعم، أنا مضطر أني نغتنم الفرصة ما دام عندك معنا اليوم باش تكلم لينا على رأيك الخاص في المشاريع اللي دخل فيها المغرب في إطار يعني البنية التحتية الرياضية وإعادة التأهيل ديالها والبناء من جديد ديال مجموعة ديال الأوراش الرياضية يعني قراءتك الخاصة طموح المغرب في أنه يفوز بكأس أفريقيا. هو بالنسبة للأوراش اللي دابا المغرب كيصارع على البناء ديالو، فشي حاجة اللي كنا من طبيعة الحال محتاجينها، خاصة دابا داخلين على مشاريع كبيرة من الكان من كأس العالم. فالمغرب خصو يمشي للمصاف ديال الدول اللي استضافت كأس العالم مثلا، اللي هو الريال الكبير اللي عليه رؤية ديال العالم كامل، وخصك تنجح فيه. ومثلا قطر كيفاش سوقات البلد ديالها على انها دولة متقدمة في البنية التحتية الى اخره، فرجعوا لديك الرؤية اللي كانت عندهم قبل، في واحد الوقت اللي كنا كنقولوا واش يكونوا موجودين ولا لا، في الوقت اللي كان عندهم داك الشيء مجسمات على الطاوله ماشي على الواقع. حنا دزنا من ديك المرحله، والحمد لله كنشوف دابا حاليا بعض الملاعب هي قريبه توجد، والوتيره ديال الاشغال وكذلك التصميم والهيكله ديال الملاعب، فشي حاجه اللي كنا محتاجينها اللي من بعد تكون مكتسبه للمغرب، سواء في كاس العالم ولا من بعد كاس العالم. بالنسبة للطموح فكبر، وكذلك حتى الجمهور المغربي في واحد الوقت اللي كنآمنوا بديك المقولة ديال ولعبنا كرة كذا. دابا الطموح كبر، ولا كل شيء راه دابا باغي يكونوا نتائج، ما بقاش الطموح مقتصر فقط على المشاركة اللي كانت شحال هذه. الطموح كبر ونتمنوا على انه يستمر، باش يكون تتويج في هذا الكارليج. صحيح، نتمنى لك التوفيق محمد الحجوي، شكرا بزاف انك شاركتينا التجربه ديالك وشاركتينا الرؤيه ديالك من مجال صناعه المحتوى في المغرب. شكرا لك.